بمسي على حضراتكم بكل الخير، أحلى مسا على كل القلوب المحبة لهذا الوطن. الحقيقة المرحلة تقيلة. في كتير هيقولوا يا أماني بتقول المرحلة تقيلة، والله تقيلة، واللي جاي في اختبار من نوع آخر. والمشاهد اللي بتبدو قدام عينينا إنها مشاهد بسيطة ساذجة بها قدر من المبالغة هتفكرنا بحاجات كتير ومهمة. وعلشان الكلام ما يكونش مجرد كلام، لازم نقف الأول نفك مع بعض البازل، لازم نقف على الصورة. من زمان، من 25 يناير 2011 واحنا بنتكلم إن واحدة من أدوات حروب الجيل الرابع وما بعده اسمها صناعة الصورة. والصورة اللي بتتصنع على الأرض ممكن تكون واحدة بكباسين، وممكن تكون وش متلطخ بالدماء، وممكن يكون مبنى أثري له قيمته لازم يتحرق علشان اللي هيتبني عليه من مواقف دولية يبقى جزء من الأسلحة القمعية ضدكم انتوا، ضد الشعب المصري، ضد البلد دي، ضد اختيار هذا الشعب للمكلف. طيب نفك المشهد مع بعض. نبدأ بالمشهد الأولاني. المشهد الأولاني بيقول عندنا شابين حبوا يعملوا لعبة سخيفة بتنم عن طريقة التربية أو الإهمال اللي بيتلقوه داخل أسرهم. الشابين دول مالك وشادي. طيب بعيدا عن مالك هو مين وباباه مين، وبعيدا عن شادي بيشتغل في برنامج ايه، شاورنا عليه بدل المرة 1000، وشاورنا على التجاوزات اللي جوه اللغة المستخدمة في هذا البرنامج بدل المرة 1000. لكن هيكون مهم ان احنا نشد الخيط مع بعض. اليوم كان 25 يناير. بمنطق هؤلاء الشباب شادي ومالك نازلين يبتهجوا بان هم الجيل اللي كسر الخوف زي ما الميديا قدمتهم وحملتهم، بس كانوا نازلين بأداء الشباب اللي احيانا بيتقال عليهم شباب سيس. فبيلعبوا بيهزروا بيعملوا اشياء سخيفة، وبيعملوا الاشياء السخيفة مع اللي ما يقدرش يرد عليهم لانهم ضعاف، ولان اخلاقنا وديننا وكل الاديان قالت لما تعوز تتنافس اتنافس مع حد من مستواك. فتبقى اللعبة والحكاية ان هم يلعبوا لعبة البالونات اللي مكتوب عليها لغة تنم عن الاسر اللي ربتهم، وكمان الافق اللي طالعين منه واللي بيخدموا عليه. وانا مش هقدر انقلها، وكتير منكم شافوا المفردات اللي مكتوبة على البالونات المشوهة زي طريقة نماذج التربية اللي خرجوا منها. بيلعبوا مع مين؟ مع نفس المستهدف من 25 يناير 2011، مع الداخلية. وفي ايه؟ وفي ابسط حلقاتها مع المجندين والعساكر بتوع الامن المركزي اللي كان عندهم اوردر واضح وصريح: ممنوع الاحتكاك، خلوا المصريين يعدوا اليوم وينبسطوا بيه. ولان الحكاية ما كانتش اكتر من كده عند الداخلية، اخدت تقريبا ما بين 20 و25 دقيقة على ما استوعبت الحدث. وده برضو في جزء كبير هنفهمه بعدين لانه بتوفيق ربنا. على الطرف الاخر بدأ الفيديو اللي اتعمل لما يتشير الناس تشوف ان ده شيء سخيف وخارج عن منظومة الاخلاق اللي المصريين بيحترموها وبيحبوها وبيحبوا يلصقوها بالشخصية المصرية. فكانت التوصية الاولى: اكتبوا اعتذار بسرعة. مالك وصاحبه لازم يكتبوا اعتذار بسرعة. ليه؟ علشان الأرض تحن ونطلع من مساحة الغضب لمساحة المسامحة، مساحة إن دول عيال وممكن يكونوا بيغلطوا، بس لأن ربنا في المشهد ومحدش عايز يصدق، فيقوم يدخل اللي يوضح ويفك جزء من الشفرة. فجأة يبقى عندنا تويتاية من الإعلام الكبير، الإعلام الساخر باسم يوسف، يقول فيها وبشكل مباشر كلمة: هؤلاء يمارسون حرية الإبداع، وإن حرية الإبداع هي الجزء اللي بيكفله الدستور المصري. ياه، يعني الحكاية ما كانتش مجرد بالونات مخلة بأخلاق المصريين،
ده الحكاية ممارسة إبداع لها علاقة ببنود الدستور، ده الحكاية كبيرة والله. عشان خاطري وبالطريقة اللي اتعودنا عليها هنفضل فاكرين الكلمة دي معانا. ما بيخلصش المشهد هنا، لا ده الصورة والبازل بيكمل لما الدكتور علاء الأسواني الأديب الكبير اللي بيكرم في العواصم الغربية بيقول لمالك وشادي: اكتبوا التبرير بتاعكم ان انتوا شباب محبط، انتوا شباب 25 المحبط. وهنا ربنا بيدينا الأمارة التانية على الطريق وبيقول ان المصنع اللي بيصيغ المصطلحات اللي مفروض تكون جزء من المشهد القادم قال كلمات ذات دلالة. الحكاية ما بتخلصش، لأن في الحقيقة فجأة بنلاقي فنانين الصفحات بتقول إنها صفحاتهم، زي الفنان أحمد حلمي وزي غيره من الفنانين. لكن عندنا بوست للدكتور شادي الغزالي حرب، وده واحد من نشطاء 25 يناير، وبيتكلم في نفس الإطار إن دي ممارسة حرية التعبير، حرية الرأي. إحنا هنا قدام شيء مهم جدا يا ظهير دولة 3/7، قدام تغيير الأدوات مع تجهيز المسرح للقادم طوال على الأقل 6 شهور لهذه الدولة الجديدة. كل ما بنقف لازم يبقى فيه تعطيلة، نقول نفسنا قناة السويس الجديدة تشتغل بأعلى كفاءة، في حرب اليمن تشتغل، نقول نفسنا نعمر ونزرع فلازم الملف بتاع المية يسخن، وهكذا. طيب هل الحكاية انتهت عند اللي احنا بنتكلم عليه ده من محاولة فك الصورة الجديدة اللي بيتم تصنيعها بعيدا عن كل ما هو تأسلم سياسي واستغلالا بامتياز في لحظة الكشف لما يسمى بالتيار المدني المصري؟ لا. ليه؟ تعالوا نشوف المشهد الثاني. المشهد الثاني فجأة الرئيس السادات حاضر وبقوة في برنامج للمرأة وبيتكلم بطريقة غير مقبولة من الدولة المصرية برمتها، ان تأثير الزوجة على الرئيس السادات كان نقله لتل أبيب، وكأن الرجل ليس ذو إرادة، كانت إرادة مشهد حرب غير التاريخ، حرب 73 اللي هو كان قائدها. والحكاية ما بتقفش هنا، لأن فجأة برضو وبدون مقدمات بتطلع لنا المحطة اللي الكل روج على إنها محطة من المحطات اللي داعمة لدولتنا الجديدة وما عندهاش مشكلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفجأة فنانة بتقرر تغير المهنة وتشتغل مذيعة وبتستضيف فلكي بدون مناسبة، يعني لا احنا في راس السنة لا بننهي سنة ولا بنستقبل سنة جديدة. والفنانة اللي بقت مذيعة بتجيب هذا الفلكي علشان يحضر روح الرئيس السادات برضه، والرئيس السادات يبلغها رسالة وعلى الهوى بشكل مباشر، رسالة تحذيرية للرئيس السيسي إن اللي عاشه الرئيس السادات هو اللي هيعيشه الرئيس السيسي. لحد هنا وتبقى الحكاية مش مفهومة، لكن لما يقع وبلسانه ويقول لأن مرسي راجع ولأن الانقلاب هيحصل مرة تانية على مرسي، يبقى لازم نقف ونسأل نفسنا شوية. طيب هو بجد الأخ شاهين مين وتاريخه إيه؟ وجاي أحمد شاهين ينقل رسالة الإخوان للمصريين في غير ميعادها ليه؟ ومن شاشة اتقال إن هي من الشاشات اللي في ظهر دولتكم. أفتكر والله اللي جاي عايز إن كلنا نثبت إن البلد دي هي شغلنا الشاغل، لأن المشهد مخلصش. والمشهد الحاكم والمهم جدا اسمه البرلمان. طيب مش كل الغرب والأجندة الأخرى قررت تعطل على المصريين استكمال خارطة المستقبل؟ طيب بسيطة. البرلمان ده اللي عمل هذا الإنجاز وأنهى أي كلام، لأنه المؤسسة التشريعية اللي بنستكمل بيها أدوات الديمقراطية هو نفسه هيكون بديل لسلم نقابة الصحفيين وغيره من الميادين. يعني ببساطة كده تعالوا نقرأ مع بعض اللي قاله النائب محمد أنور السادات، واللي صرح تصريحات صحفية وقال بالنص،
قال إن البرلمان هيرفض مشروع قانون التأمين الصحي، وقال تحديدا إن مجلس النواب لن يوافق على قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة قبل حوار مجتمعي موسع مع نقابة الأطباء والمستفيدين من المواطنين المتلقين للخدمة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالرعاية والخدمة الصحية قبل إقراره والموافقة عليه. وحذر سيادة النائب الحكومة من تقديم مشاريع قوانين غير مدروسة ودون الاستماع لآراء المستفيدين منها حتى لا تقابل بالرفض، وهنا هنقف، كما حدث في قانون الخدمة المدنية. ياه، يعني الحكاية فعلا ما كانتش مناقشة واعتراضات ومطالب بتغيير بنود، ده كان موقف سياسي مجهز مسبقا في موضوع الخدمة المدنية، وذات الموقف بيتم تجهيزه عبر عناصر من التيار المدني اللي ربنا سترها لحد النهاردة وما كشفش مصادر تمويلها ولا ازاي بتشتغل بين كل الموائد وقادرة على الوقوف على كل الشوارع بلا أدنى خجل. الناس دي بتجهز نفسها وعلنا وبتقول وبالصوت العالي ان هي هتعطل مشروع قانون التأمين الصحي اللي الدول المتقدمة لم تجرؤ على استكماله، وان احنا يا دوبك نقدم خطوة على الطريق واقفة بقالها 9 سنين. يعني الناس دي مشكلتها مش مع من اعطوهم اصواتهم، مش مع الناخبين المصريين، مشكلتهم ليها علاقة بمصادر اخرى. علشان كده بقول لكم الموضوع واضح، وأوكرانيا بتتجدد، واللي كان عايز يقسم المنطقة بسايكس بيكو جديدة واقف ومستني، والتكليفات صدرت وبعيدا عن التأسلم السياسي، والهدف جر المؤسسات الأمنية والعسكرية مرة أخرى لإيه؟ لبؤرة المواجهة. والحقيقة الهدف اللي وراها لازم يكون المكلف اللي فجأة الرسائل بقت تيجي من العالم الآخر وتتقال على الملأ. يبقى المطلوب مننا كلنا إيه؟ أنا وحضراتكم دورنا نقول لشعبنا وبشكل مباشر المؤامرة ترتدي وجوه جديدة، وتستعد لدخول دولتكم الجديدة لممارسة سطوة جديدة في محاولة تقطيع أوصال الشعب المصري. علشان كده النهاردة وبعد الفاصل وبعد ما نفك شفرة جزء من اللي جه في المقدمة هنروح لقانون التأمين الصحي اللي هو مازال مشروع قانون ونعرف تفاصيله، ولكن كل اللي احنا قلناه محتاج نقف على كتير منه. ايه اللي بيحصل ليك يا مصر بعد الفاصل؟